اسرح بخلايا مخك معاه كده وتخيل تكون اقوى شخص في عالم مدمر، ظهرت فيه كارثة من العدم وبدأت تهدد البشرية بالانقراض وتدمر في الارض كلها. ووضعك انت كشخص قوي وسط الضعفاء اللي معاك بيتم خيانتك وقتلك من ظهرك، وتضطر تحارب 12 سنة كاملة وحوش علشان بس تحاول ترجع لحياتك مرة تانية. فيا ترى هتعمل ايه في الحالة دي؟ وهل هتقدر تنجو من الجحيم اللي قدر خلاك فيه؟ لانه ده نفس اللي حصل لبطلنا لي جيون. فيا ترى هو هيعمل ايه في الوضع ده؟ وهل هيقدر يرجع وينتقم من اللي خانوه؟ تعالوا بينا نبدأ علشان نعرف اللي حصل. بس قبل ما نبدأ ركز في الحكاية قوي، لان الرسم هنا عظمة العظمة، والقصة فيها احداث مشوقة من البداية وبيزيد الحماس كل ما نتقدم في الفصول. بس ما تنساش دعم الفيديو لو عجبك وتشترك علشان نوصل للقمة في اسرع وقت. ويلا بينا نبدأ. بتبدأ الحكاية في احدى المطاعم وبنشوف واحد اسمه هوجو اوترز وبيكون قاعد مع بطلنا واللي اسمه لي جيون، وبيقول له هوجو بص يا عم باختصار كده وبدون لف ودوران، انت هتموت بكرة. جيون بيقول له انت بتقول ايه يا عم؟ وليه قلقان اصلا من الموضوع ده؟ انت متضايق علشان خدت منك حتة الفرخة بتاعتك ولا ايه؟ بيقول له ما تخافش يا عم، انا مش هموت ولا حاجه، لاني مريت بمواقف كنت فيها على وشك الموت كتير وعرفت اطلع منها، فانت مفكرني هموت بسهوله ولا ايه؟ فهوجو بياخدوا الصمت وما بيردش عليه. تعالوا بقى افهمكم ايه اللي بيحصل في العالم ده وايه هي الكارثه اللي حلت عليه. وبنعرف بقى انه في مكان اسمه برج التنين هي اللي بدات فيه كل حاجه، المكان اللي ظهرت فيه اسوأ كارثه وقضت على البشريه، وكل حاجه بدات في اواخر القرن العشرين لما ظهر التهديد ده للبشريه وبدأ انه يدفعهم للهلاك. والكارثة دي خلت البشرية في فوضى ورعب دائم، ولكن ظهر 12 ملك من العدم ومسميين نفسهم الملوك المقدسين، ووعدوا البشرية انهم ينقذوهم من الكارثة دي، وهم شبه منظمة كده بعيدة عن الناس. فعلشان يقوموا بحماية البشر اختاروا 12 مستيقظ يقوموا بالمهمة دي. انا والله مش عارف ايه مشكلة الكاتب مع رقم 12. المهم انه حدث شيء غير متوقع وظهر المستيقظ رقم 13، وده هو بطلنا لي جيون، واللي ما كانش بياخد تعزيزات من الملوك دول زي باقي المستيقظين، لانه اساسا ما كانش محتاج حاجه، لان كانت عنده قوه غير طبيعيه مقارنه بالمستيقظين التانيين اللي شكلهم كده بلح خالص جنب بطلنا اللي عامل جبل من جثث الوحوش. ايه يا عم جيون القوه دي كلها؟ وبعد ما خلص عليهم جاله هيوجو وقال له انا ما اعرفش من غيرك هنعمل ايه قصاد الوحوش دي. فجيون ما كانش فارق معاه وبيقول له ممكن تعوضني بقى بمقابل شويه اجنحه فراخ والنبي علشان انا جعان. فهيوجو قال له يا ابني انت ما زهقتش من الفراخ دي؟ وبنشوف بقى المستيقظين التانيين وهم بيتكلموا ما كانش همهم حاجه غير المكافآت والفلوس، وكان همهم يقضوا على العين القرمزيه واللي هي بتعطيهم مكافآت وفلوس كتير. قالوا النبي شكل ناس هتنقذ البشريه. فلي جيون قال لهم نقدر نقعد في فندق 7 نجوم في مكان اسمه هاواي لمده 10 سنين، لان فيه كتير من البلدان قربت تفلس بسبب العين القرمزيه. فالعجل ده اللي معرفش ازاي مستيقظ وبيحارب بيقول له لي جيون انت مش عايز فلوس علشان تعمل صفقه معانا علشان تقدر تعالج وشك وجسمك المصاب صح كده؟ فبيبداوا يتحركوا وجيون بيقول في نفسه دول بقى اللي اسمهم القديسين اللي هينقذوا البشريه؟ دول في الحقيقه مجرد مجرمين مش همهم غير نفسهم. فبيقفوا تاني فجاه وبيقولوا مش لازم نروح على طول على المكان بمجرد ان هم قالوا لنا نروح، احنا عايزين نعمل تضحيات علشان المكافاه تزيد. يا ولاد الخبيثه شكلهم كده ناويين على شر، بس يا ترى هم هيضحوا بمين علشان يشبعوا رغبتهم القذره دي؟ فلي جيون ما كانش فارق معاه وبيقول مع نفسه الله يقرفكم بس نخلص على العين القرمزيه بس وهقطع علاقتي بيكم ومش هعرف حد من ابوكم تاني، الله يحرقكم. وبيوصلوا للزعيم وبيكونوا عاملين زي شويه النمل قدامه وواقفين كده هيعملوه على نفسهم خلاص، وبيكون شكل زعيم برج الشيطان حد ما يستهنش بيه، وده هو بقى العين القرمزيه. ده حتى جيون اللي ما فيش منه اتنين ما كانش متحمل الضغط اللي طالع من الزعيم بمجرد النظر ليه. وفجاه بدون اي مقدمات الزعيم بدا يصرخ بصوت عالي والارض بدات تتشقق ويطلع منها نار جباره وقويه جدا لدرجه انها ضربت في السماء، وكل اللي موجودين كانوا مرعوبين من اللي شافوه وازاي ضربه بس من الزعيم تعمل كل ده. والبنت اللي معاهم فقدت اعصابها وبدا كله يهرب. طبعا حياتكم اهم من الفلوس يا شويه كلاب، كان نفسي تموتوا والله. وجيم بيقول ومسمين نفسكم مستيقظين الله يخيبكم، وبيقول في نفسه مش مهم كده كده محدش هيقدر يهزم العين القرمزيه غير واحد بس، والواحد ده هو انا. حبيت الثقه بتاعتك يا جيون، ورينها يا عم هتعمل ايه مع الزعيم اللي محدش قادر له ده. وفجاه جيون بدون ما يفكر بينط بهجمه على
الزعيم وبيجمع قوته كلها في السيف في منظر فاجر، ولسه هيضربه وبينطعن في ظهره، وبدون ما نعرف مين اللي عمل كده، والكاتب ما بيوريناش مين اللي غدر بيه، ولكن بطلنا بيكون بيشرح لنا ايه اللي حصل، وبيسأل نفسه بعدها قد ايه مر وقت وازاي شكل العالم دلوقتي. هو دلوقتي بيمر اسرع جوه البرج. انا تعبت من التفكير، بس حاليا ما قداميش ومش عايز غير حاجه واحده بس، وهي الاستمرار في التقطيع. وبنشوفه هو بيدمر عدد كبير من الوحوش بضربه واحده. فقوه جيون دي مش طبيعيه. وفوق كده ان بعد ما اتغدر بيه اكتشف انه واقع في مكان كله عباره عن فخ بيستدعي وحوش لا نهائيه، يعني المعلم جيون ميت لا محاله، وبيكون قدامه عدد مهول من الوحوش، وجيون بيكون تعب جدا من قتالهم، وبيكون لسه مصر انه يحارب ويعيش. وحرفيا جيون بيعيش كابوس محدش يتخيل انه يكون فيه، وبيعهد مع نفسه ان هينجو، يعني هينجو، وان هيقتل كل الوحوش. ايوه دي العزيمه اللي مش عند اي حد. بس يا ترى هل بطلنا هينجو من الملحمه اللانهائيه اللي وقع فيها دي؟ وبيمر 12 سنه في هذا الجحيم اللي عايشه بطلنا لي جيون، وبيلاقي وحش بيساله انت ازاي جيت هنا؟ فجيون بيكون دقنه كبرت وبقى شيخ، وبيقول له انت الاخير صح كده؟ والوحش بيستنجد انه حد ينقذه، بس خلاص يا حبيبي جيون مش راحم نفسه، هيرحمك انت؟ وبيقول له صرخ يا حبيبي زي ما تحب، وبيدوس جيون على وش الوحش وبيفرتك دماغه، وبيقف كده وحاله يصعب على الكافر وشكله رايح فيها خالص، وبيقول الموضوع خلص ولا لسه؟ والله انا مش عارف انت ازاي اتحملت 12 سنه بالوضع ده. المهم الدنيا بتبدا تتدمر حواليه، وبيبدا انه يغمى عليه وهو بيسال هل هقدر اخرج دلوقتي؟ والله صعبت عليا يا جيون. المهم بننتقل لاحدى المدن المدمره، وبنشوف اتنين بيهربوا من ذئاب ووحوش، وواحد منهم بيعيط وبيقول احنا خلاص رحنا فيها، وبيقول العراف كمان قال لي انه في وحش قوي هيطاردني وما كانش غلطان. وفجاه وهو بيجري واحد من الذئاب خبطه ووقعه هو واللي معاه، وحصروهم الذئاب، وشكلهم كده خلاص هيودعوا الدنيا. ونفس الولد اللي كان بيعيط قال ما كناش هنبقى في الوضع ده لو ليه جيون نجا من برج الشيطان. ولسه بيتكلم من هنا لا قدامه بوابه برج الشيطان بيطلع منها ضوء وبيحصل انفجار. هو ايه اللي بيحصل؟ والاتنين دول من الانفجار اتحشروا تحت الحطام. والراجل التاني اللي مع الولد واللي بيكون اسمه جيمين قال له بص في بشري جاي من حطام البرج ده، وبنشوف مين الشخص ده وبناخد المفاجاه لانه طلع بطلنا لي جيون واخيرا رجع. وبيقول جيون ازاي تتجرأوا تطعنوني من ظهري وترموني في المكان ده؟ وبيقول وربنا لفشخكم كلكم. وبيكون الاتنين اللي تحت الحطام مستغربين، وبطلنا بيكون طالع ومش شايف قدامه، وبيقتل في الوحوش بضربه واحده بس، والاتنين اللي تحت الحطام هيتجننوا، اللي هو ازاي كارثه من الدرجه البرتقاليه اعلى المستيقظين هيتعبوا في التعامل معاها. الشخص ده بيقدر يقتلهم زي الحشرات. يا ابني انت بتتكلم في واحد حارب 12 سنه وحوش بدون راحه. المهم انه فجاه بطلنا شافهم ونط عندهم وكسر الحطام اللي هم عليه، وهم كانوا خلاص هيعملوها على نفسهم من سرعته. فالواد اللي اسمه جيمين بيقول له استنى انت هتهاجمنا ولا ايه؟ احنا بشر يا عم زيك. فبطلنا بيكون مفكرهم وحوش اساسا، وبيقول كده كل حاجه تحت السيطره. المهم الشخصين اللي قدامه مش مصدقين اللي قدامهم، وجيمين بيقول اعتقد المعلم ده جه من البرج، هو ازاي قوي كده؟ والتاني بيقول له يا عم برج ايه بس؟ انت عايز تقول ان في حد لو دخل البرج هيطلع منه حي؟ تلاقيه وقع في مكان قريب مع البرج لما اتدمر. وفي اثناء كل اللي بيحصل ده فجاه الدنيا بتقلب على بطلنا والاتنين اللي معاه، وبيظهر وحش ذئب بشكله اعوذ بالله، وبطلنا بيكون اتفاجئ بيه، والاتنين التانيين خلاص هيجيلهم سكته قلبيه من الخوف. وبنكتشف منهم ان ده بقى رئيس الذئاب اللي بطلنا لسه مخلص عليهم، وبيكون الاتنين دول ناويين يجروا، وبطلنا شايفهم وبيضحك ولا فارق معاه. ايوه الجمدان يا عم جيون، وريهم هتعمل ايه مع الزعيم. والزعيم بيصرخ باعلى صوته، بيطلع نار ضخمه جدا ناحيه بطلنا، والنار دي بتدمر جزء كبير من المكان وبيكون حجمها هائل. شكل كده بطلنا راح فيها هو واللي معاه. ولما الدنيا بتهدى مكان ضربه الزعيم بنشوف ان لسه الاتنين اللي معاه على قيد الحياه، وبيكونوا مستغربين ازاي لسه عايشين. وبنشوف بطلنا واقف عامل زي الجبل ولا كأن في حاجه حصلت، وبتكون النار حرقت كل حاجه الا بطلنا والاشخاص اللي معاه. والاتنين بيتساءلوا هل هو اللي حمانا من الهجمه دي؟ وبطلنا بيقول له انت يالا، وبينط فجاه في الجو قصاد الزعيم والاتنين اللي معاه، وبيهجم على الوحش بقبضه شكلها قاتله، وبيقول له سلمنا على اجدادي يالا، وبيديله ضربه بيخليه يحضن الارض ويكسرها. والاتنين خلاص من الصدمات اللي عماله تجيلهم مفكرين ان هم بيحلموا. وبطلنا كده بيكون خلص على الزعيم في ضربه بس. يا سلام عليك يا جيون، انت شكلك بقيت الاقوى مش مجرد اسم. وبعدها بطلنا بيقول هل فعلا مر كميه الوقت ده؟ وبيقول فجاه بصوت قوي انت وهو. الاتنين اتصنموا في مكانهم من الخوف، وبطلنا قال لهم بعيون تخوف وهاله ترعب يلا بينا نمشي. الاتنين بيقولوا له نروح فين بس يا عم؟ بيقول لهم نروح
نروح نشتري شويه اكل. بقالك 12 سنه في سجن وبتحارب وحوش، واول حاجه فكرت فيها اول ما خرجت هي الاكل يا ابن المفجوعه. وقال كمان عايز لبس. وبنروح بقى للمطعم وبيكون بطلنا خلص حله اكل كامله، والراجل اللي معاه ماسك الفاتوره وندم في اليوم اللي شاف فيه بطلنا. وبنشوف بطلنا بقى وهو قاعد وبقى عامل زي البالونه من كتر الاكل، وبنكتشف انه اكل وجبات ب 10000 وون وكل 120 وجبه لوحده، وكل ده على حساب الراجل اللي مالوش ذنب في حاجه معاه. وبطلنا بيستفزهم اكتر وبيقول لهم انت قلت انك ما معكش فلوس، فعلشان كده ما تقلتش في الاكل. الله يخرب بيتك، انت خلصت مخزون المطعم على حساب الراجل، امال لو تقلت في الاكل هتعمل ايه؟ والراجل بيتعصب عليه وبيقول له تاكل باعتدال ايه بس؟ فبيقول له جيون انت مش قلت هتشتري لي كل حاجه كشكر اني انقذتك؟ وبيطلب وجبه كمان. الراجل قال له بزعيق كفايه يا عم انت. وبيساله جيميني انت تلميذ ولا قديس ولا انت ايه بالظبط؟ وايه اللي كنت بتعمله عند البرج؟ فبيقول له جيون انا خرجت من البرج ولقيت نفسي هناك. فالواد بيقول له انت كنت في البرج؟ فبيقول له جيون انسى الموضوع ده، المهم عندي سؤال، انت مين؟ لان شكلك كده شخص مش عادي، لاني حاسس بقوه سحريه طالعه منك. وبيكون قصده على جيمين. فالراجل اللي معاه بيفهمه بيقول له انه تلميذ. وبيقول له جيون هو انت كمان مش تلميذ استيقظ ببركات الملوك؟ بيقول له جيون ملوك مين يا عم بس؟ انت عايز نخدم شويه اللي ما يتسموش دول؟ وبيلاحظ انعكاسه في المعلقه اللي ماسكها، وفجاه بيتفزع وبيقوم وبيقول انا عايز مرايه دلوقتي، هل في مرايه في المكان؟ وبيخلع تيشيرته وبيبص لنفسه في المرايه، بيلاقي كل حاجه رجعت تمام وتم شفاء كل حاجه فيه. وبيبص في ايده الشمال بيلاقي علامه غريبه، هو بيكونش عارف منين العلامه دي. ففجاه بتزداد وضوح وبيظهر تعبان على ايده لونه اسود، وبيتقرف بطلنا من شكل العلامه. وبيقول له النظام فجاه لقد عانيت من الموت، لقد حققت المستحيل، هيتم نقل قدراتك الحاليه لجسم جديد، وهيتم تحويل كل الانجازات من البرج الى خبره، ولقد ولدت مهارات الابراج، وسيتم نقل جميع المهارات والصفات الفريده التي تمتلكها وسيتم تطويرها. بيقول له في الاخر انت دلوقتي تقدر تستخدم قوه اسمها الحواء. فبطلنا بيحس بشعور غريب وبيغمض عينه وبيفتحها، وبيكون شكله غريب كده وبينور اخضر، وبيلاقي نفسه قدام تعبان شكله ضخم جدا وعيونه حمراء، وبيقرب ايده علشان يلمسه، ولما بيلمسه بيطلع اضاءه لونها اخضر، وبيفوق بيلاقي نفسه في المطعم ومادد ايده زي الاهبل. وبيجي له الشاب اللي مع الراجل وبيقول له انت كويس؟ فبيقول لهم جيون محدش شاف تعبان هنا ولا هنا؟ فبيقول له الولد ده ما شفتش حاجه والله، انت خلعت هدومك وجريت على المرايه وبعدها مسكت ايدك وصرخت زي الحامل كده. فبيفهم انه محدش قدر يشوف اللي شافه، والنظام بيقول له فجاه انت بقيت ملك الحواء. وبيجي له 500 اشعار قدامه، وبيقول له اشعار منهم بمهاره اسمها التجديد الفائق، ودي بقى بترجع اي اصابه او اي حاجه فيها مشكله فيه لوضعها السليم، وبتخليه كانه لسه مولود. لكن في عقوبه بسيطه، وهي انخفاض القدره البدنيه بنسبه 50%، وباقي من الوقت 1032 ساعه. وبيفهم بطلنا انه رجع لحالته دي بسبب التجديد الفائق ده، وبيقول انه محدش ذكر حاجه زي كده من القديسين التانيين. وبيقول كمان غير كده انا مش حاسس بوجود اي ملوك، وبيقول طالما كل حاجه فيها رجعت زي الفل دي اهم حاجه. ودلوقتي بقى انا هفشخ القديسين اللي هربوا وقت الحادثه واحد واحد، وهمسك اللي طعني من ضهري واعمله شاورما. وبيقول انا في حماس غريبه اعذب اللي غدروا بيا، وبيكون شكله بيخوف ونيه قتله قويه جدا. لكن هل هيقدر انه يمسك اللي غدروا بيه دول؟ وهل هم احياء ولا لا اصلا بعد مرور 12 سنه كامله؟ المهم بقى بنروح لمكان البرج واللي طلع منه بطلنا، والمكان بيكون متدشمل والشرطه هناك والصحفيين، وفي اتنين بيقولوا هو الكلام ده بجد؟ ازاي برج الشيطان انهار فعلا؟ البرج ده محدش يقدر انه يخترقه. التاني بيقول له العالم كله هيندم على ده، لان البرج ده كان مكان بارز هنا، وهل يمكن ان اللي دمره كده حد من اتباع ليجيون او حد من التلاميذ اللي بيكرهوه؟ التاني بيقول له في حاجه غريبه، بص كده على الحاجات دي، وبيشوف الزعيم الذئب اللي بطلنا فشخه اول لما طلع، وبيقول له حتى القديسين اللي مستواهم جامد هيتعبوا مع الوحوش دي. وبيسال مين يا ترى في عالمنا ده هيقدر يهزم الوحوش دي ويدمر برج الشيطان كمان؟ فبيقول له التاني مش ممكن ليجيون رجع فعلا؟ فبيقول له التاني والله ما اعرف، بس خلينا نستنى ونشوف اللي هيحصل. وبنروح عند الشخصيه اللي اسمها يانج، وبيكون مستيقظ، وبيكون ده نفس الشخص اللي كان مع بطلنا وقت ما اتغدر بيه. وبيكون فيه صحفيين كتير بيسالوا على اللي حصل في البرج، ولكنه ما بيردش، وبيقول كلمه واحده بس لا تعليق على ذلك. وبيلف وبيمشي هو واتباعه، وبنشوفه هو في العربيه وهيتجنن، وبيقول ليجيون ازاي عايش؟ دي حاجه مستحيله. وبيقول ازاي ليجيون ينجو 20 سنه في مكان فيه عشرات الالاف من الوحوش وكلهم من المرتبه السوداء؟ وبيقول انه نخرج من المكان ده كانت معجزه، ازاي حد يقدر يعيش هناك؟ وبيقول جسمه اتدشمل كمان من قوه المكان، وكمان ما اخدش اي بركات من الملوك زينا احنا القديسين ال12،
10. وبيقول لو لي جيون فعلا نجا فمفيش غير حاجة بس واحدة هي اللي هتحصل، وهي ان كل حاجة هتنتهي. وبنروح تاني لبطلنا وبيكون ماسك التليفون وبيقول ازاي هدمر الراجل ده وما بنشوفش يقصد مين. وبنروح بعد كده لمطار وبنشوف طيارة وصلت وبيطلع منها شخص وبيقابلوه الخدم وبيقولوا له ده شرف كبير اننا نقابل واحد من القديسين الاثني عشر. تعرفوا مين بقى اللي طالع من الطيارة ده هوجو اوترز اللي شفناه مع بطلنا وكان اكتر صديق وفي لبطلنا واللي حذره ان هيتم قتله في بداية الفيديو. وبيكون شكله كده في حتة تانية ومعاه فلوس كتير وبينزل وبيمشي عند الخدم بيسألهم هو فين رئيس الوزراء، فبيقولوا له الخدم منتظر في بيته وعربيتك جاهزة يا باشا هناك. فبيقول لهم هوجو ماشي يلا نمشي. وبيقول واحد من الخدم انه فعلا الشخص ده مختار وشخص مميز وكريم جدا. المهم بقى المعلم هوجو وهو في طريقه بالعربية بيجيله مكالمة ومش بيكون معروف مين بيرن، فبيخمن انهم مراسلين وبيكونوا مزعجين ليه لانهم دايما بيتكلموا على رجوع لي جيون وما بيكونش مصدق اصلا انه حي. هتعمل ايه هوجو لما تعرف انه لسه حي، وازاي لي جيون هيتعامل معاك بعد اللي حصل؟ وبيقول ان مفيش حاجة منطقية، ده الكلام ده من 12 سنة يعني. وبيقلب التليفون وما بيردش وبيفتكر لما قال لبطلنا لي جيون انك هتموت بكرة، وبيفتكر كلامه ان هو ما كانش فارق معاه. وبيقول وقت لما انا كنت معاه في زنزانة برج الشيطان كنت بهتم باني اقضي على الوحوش خارج البرج، وده كان طلب من جيون بطلنا وقتها. وبيقول انه اتمنيت جيون يرجع حي منهم، ولما وصل لقى باقي المستيقظين الغدارين وقد حصلوا على ما يشبع رغباتهم القذرة بعد قتل اقوى واهم شخص في العالم ده لي جيون. وبيقول لنا هوجو ان بعد كده تم الاعتراف باللي عملناه واخدنا سلطة وقوة. وبيقول لنا هو في المستشفى بيتعالج ما كانش مصدق ان جيون مات وطلب منهم يبحثوا عنه، ولكن لا حياة لمن تنادي لانه باقي القديسين هم السبب اللي كان فيه. وبيقول له واحد من القديسين بطريقة مستفزة انه حصل اعداد موت كبيرة بسبب البرج، فانك تفكر لي جيون لسه عايش دي فكرة غير منطقية. وبيقول له كده بنظرة وضحكة خبيثة لو قلقان عليه قوي كده روح دور عليه بنفسك، بس كده هيبقى عددنا 11 مستيقظ فقط. فبيتضايق هوجو من كلامه وبنرجع له تاني وهو في العربية وبيفكر وبيقول هيا يكن قوة جيون لكن ده فعلا مستحيل، الوقت ما يساعدش ان اصدق حاجة زي كده. وبيجي له مكالمة من رئيس الوزراء وبيرد عليه رئيس الوزراء وبيقول له اكيد انتم سمعتم ان برج الشيطان قد انهار. فبيقول هوجو في نفسه الموضوع ده تاني. فبيقول هيوجو لرئيس الوزراء لو هتطلب مني ابحث عن جيون فانا هرفض لان جيون مات يومها في برج الشيطان وانا مش مصدق خبر انه عايش، وممكن الحادثة دي حصلت من اتباع جيون. فبيقول له رئيس الوزراء على حسب اللي وصلني من الحكومة الكورية ففيه اتصال من حد وصل من لحظات. فبيقول له هوجو مين اللي رن؟ بيقول له رئيس الوزراء المتصل كان لي جيون وكان رقمه الاساسي. فبياخد هوجو الصدمة وبيخبط في كل حاجة وبيقول هو الكلام ده حقيقي؟ وبيقول اللي بيسوق وقف العربية دلوقتي حالا. وبيشوف تليفونه وبيلاقي ان كل المكالمات اللي كانت بتجيله من الاول دي كانت من لي جيون اصلا، وما بيكونش لسه مصدق يا عيني وبيرجع يرن على نفس الرقم وبيلاقي التليفون رد. وبيقول له جيون هجيبك وهخلص عليك حظا طيبا لك. وبيكون هوجو مش فاهم حاجة ومصدوم وبيقول ازاي الصوت ده فعلا ده صوت جيون. وبيقول للسواق بتاعه ارجع بسرعة للمطار. فبيقول للسواق طب وشغلك في انجلترا؟ بيقول له هوجو يا عم طز ارجع بسرعة للمطار. وبنروح لجيون وهو بيقول شكل تايكسو اتغير وبقى عارف ازاي ما يردش على مكالماتي، وقصده على تايكسو ده هو هوجو يعني. فبيقول له الراجل اللي معاه انت اتصلت بمين كتير كده؟ فبيرد عليه جيون هتشوف قريب. وبيقول له جيون هو ده بقى اللي اسمه التليفون الذكي شكله كده بتاع جامد قوي. وبيقول انه راح للبرج في 2005 ودلوقتي هم في سنة 2025 وشكل كده العالم اتطور فعلا. فبيقول له الولد الجيمين اللي معاه يعني دي اول مرة تمسك تليفون، وبيعرفوا كمان انه يقدر يستخدم النت ويشوف الاخبار ويتفرج على قناة منهوار ويشترك ويعمل لايك. فبيقول له جيون اخبار يعني اقدر اقرا مقالات عن لي جيون كمان؟ فبيقول له اللي معاها ايوه الاخبار كلها اصلا بتتكلم عن لي جيون، وشكلهم كده اللي معاها دول لسه ما يعرفوش ان هو لي جيون ذات نفسه وبيكونوا بيقولوا عليه هي يونج، وشكل بطلنا قاصد يخبي عليهم. وبيدخلوا على مقالة عن لي جيون وبيشوفوا تعليقات الناس وبيلاقوا اختلافات رأي في انه شخص ليه فائدة وفي بعضهم بيقول العكس. وبيكون لي جيون متعصب من كلامهم واللي كان انهم بينكروا ان لي جيون هو اللي دمر العين القرمزية وقتها، وبيقولوا ان لي جيون ده مش حاجة جنب المستيقظين. علشان كده لي جيون اتعصب وقال ان ولاد ال60 في 70 دول هم اللي هربوا وقتها ومحدش قدر يعمل حاجة قدامه. وبيهدى وبيقول مش لازم اتعصب كلها خربانة كده كده. وبيلاقي وصية لي جيون وبيدخل يشوف التفاصيل وبنلاقي ان وصيته انه يتبرع بكل حاجة معاه وليه لدار ايتام ومؤسسات المنح الدراسية. وبيقول جيون هم فعلا عملوا كده وبيتعمق اكتر واكتر في الموضوع ده وبيلاقي الرد على سؤال
سؤاله وبيلاقي انه تم تزوير وصيته من شويه الخنازير اللي مسمين نفسهم مستيقظين، واخدوا كل حاجه منه على اساس ان هو اللي قال كده قبل موته. فليه جيون بيجيب اخره وبيكسر تليفون الواد جيمين اللي مالوش ذنب، وبيقول جيون وربنا لا قطع فيكم واحد واحد يا شويه خنازير، والله يستاهلوا، انا مستنيك بس تنفذ كلامك يا جيون وهنرتاح كلنا والله. وبيقول جيون في نفسه طب ايه العمل دلوقتي؟ انا عايز اعرف الناس اني رجعت، ولكن لو عملت كده محدش هيصدقني لان شكلي مختلف عن اللي كنت عليه من 20 سنه، وهيفكروني مجنون لو قلت ان ليه جيون. وبيقول لازم افضل كده متخفي واقتل في المستيقظين دول واحد واحد. وبتظهر هالة غريبه ورا جيون واللي معاه لونها احمر، فبيجي له اشعار من النظام انه تحذير في حد بيراقبك. وبيقول له جيون في سره انا عارف مين ده، وبيطلع بره بيقول لهم هشم شويه هوا كده، فبيلاقوا قدامه كميه وحوش كبيره وشكلهم يخوف. وبنعرف من جيون ان دول اسمهم ملوك العائله، ودول بقى اللي بيبعتوهم الملوك ال12 اللي مش بيهببوا حاجه غير قاعدين بيتفرجوا. فبيتعصب جيون لما بيشوفهم وبيقول انهم بيتصرفوا براحتهم كده كأن كل حاجه بتاعتهم، وبيقول استنوني بس وانا هفشخكم واحد واحد. ولسه بيتكلم بيلاقي واحد بيقول احيه انت ليه جيون، وبيلف يشوف مين بيلاقي شخصين بيقولوا انت مشهور والكل بيتكلم عنك، وبيكونوا شخصين واحد كده شكله غني ومعاه واحده لازقه فيه زي العبيد كده. وبيقولوا الشخص اللي وشه مستفز ده هم ليه مهتمين بواحد زيه، ده شخص خاسر في كل الاحوال. والبنت بتطبله بتقول له ايوه اكيد، وبيكون في علامه على لبس الشخص ده وبيعرفها الولد اللي مع جيون، وبيقول هم دول من مجموعه الجوزاء. وبيقول لي ليه جيون تعالى وفكك منهم اوعى تتدخل في مشكله معاهم، هو في ايه يا عم يعني مين دول يعني؟ فبيقرب لجيون الشخص اللي وشه عايز يتضرب ده بيقول له انت بتدور على حاجه يا حبيبي؟ وجيمين بيقول احنا رحنا فيها خلاص. فبيقرب منه الواد المستفز ده وبيشد نفس من السجاير وبينفخه في وش ليه جيون. يا نهار احمر الواد ده خلاص قيامته قربت، وبعد ما بيعمل كده بيتعصب جيون وبيقول له الواد البارد ده انت متعصب ليه بس؟ بيقول له لو كنت متضايق تعالى واضربني، وبيمسكه من ورا راسه كده. والبنت اللي معاه بتزيد الموقف سوء وبتقول له سيبه ويلا نمشي شكله هيعملها على نفسه، وفعلا بيسيبه وبيمشي. وبيقول له هو ماشي يا عديم الفائده، وبطلنا ماسك نفسه علشان ما يكشفش نفسه. وهم ماشيين بيقولوا ان كل اللي بيحبوا ليه جيون عباره عن خاسرين. وبيقول جيون في نفسه هم ليه بيحبوا شويه الحقرات ضعفاء اللي اسمهم القديسيين دول، هو ممكن ان القديس دي مجرد كذبه؟ فبيقول له جيمين كويس انك مسكت نفسك لان الناس دول من برج الجوزاء وتجاوزوا الرتبه ايه. فجيون بتروح منه بيقول لهم استنوا بس يا شويه صراصير. فبيلف الاثنين دول وبيقولوا له انت بتقول لنا احنا صراصير؟ انت عبيط ولا ايه؟ فبيقول لهم جيون ايوه انتوا الاثنين كده جوز صراصير. ايوه يا جيون اديلهم على عينيهم علشان نرتاح نفسيا. فبيرجع له الشخص ده تاني وبيحط راسه على راس جيون وبيقول له قول كده اللي قلته تاني. وبيقول له انت مجرد شخص عادي مش حاسس باي نقطه مانع او قوه منك. فبطلنا بيطلع ايده كده قدامه وبصباعه واحد بيطير امه المسافه بعيده بيرميها عند البت اللي كانت معاه وبيكسر الحيطه اللي وراها كمان. الله عليك يا جيون وعلى جمدانك، الواد باص خلاص. وجيمين بينصدم من اللي شافه والبت بتتعصب وبتقول له انت فاكرني مش عارفه انت هتعمل ايه يعني؟ فبتجمع قوتها وبتهجم على بطلنا، لكن بطلنا بيديها بصباعه تاني وبيركنها زي صاحبها وبيقول لهم كده في منظر جامد انتوا مش ند ليا فما تشوفوش نفسكم على الفاضي. وبيقول له اللي كان معاه انت ازاي بتستخدم قدراتك في الشارع كده عادي؟ فبيقول له جيون قدراتي مين يا ابني؟ انا لو استخدمتها العيال دول هيودعوا الحياه. وما بيكونوش مصدقين انه بضربه من صباعه بس قتل تلاميذ من الدرجه ايه. المهم جيون بيقرب من الواد اللي ضربه وبياخد منه القلاده اللي عليها عمله مقدسه وبتكون دي قطعه اثريه. وبيقول هما ليه شويه العيال دول معاهم حاجه زي كده؟ القديسيون بس اللي يقدروا يحصلوا على الحاجات دي. فبيقول له جيمين انت ما تعرفش ولا ايه؟ بيقول له ان البشريه كانت هتنقرض من عقود ولكن البشريه عرفت تنجو بفضل القديسون المختارون. فبيقول له ان تم اختيارهم ل 12 شخص بس العدد ده ما كانش هينقذ العالم كله، فقرروا انهم يختاروا الناس تتبعهم ويصنعوا ليهم قدرات. والاشخاص دول اللي تم ايقاظهم عن طريق القديسين اسمهم تلاميذ، ودول بيتصنفوا على حسب اختبار بيتعمل لهم وبياخد كل واحد تصنيفه. وبيكون عندنا رتب القديسين واعلى رتبه فيهم هي اس وده بيكون قائد التلاميذ، اما رتبه التلاميذ فبتكون اعلاها ايه واقلها سي. فبيقولوا ان قوه القديسيون بتزيد من ثقه التلاميذ فبيعملوا لهم مسابقات كتير علشان تضم تلاميذ اكتر ليهم وبتديهم جوائز وهدايا وهكذا. فبيقول جيون في نفسه يعني كل ده حصل في ال 12 سنه اللي ما كنتش موجود فيهم دول؟ فبيلاحظ جيون ملوك الثروه والجشع شايفين كل اللي بيحصل وبيقول له النظام انهم عايزينك تقتلهم ووريهم قوتك وهتاخد هديه غاليه جدا. فبينصدم الشخص اللي معاه وبيقول في نفسه احيه ده لفت انتباه الملوك دول كده زي ظل القديسيين، لو عارضتهم هتكون كانك عارضت القديسيين نفسهم. فبيقول له الشخص ده خلص وشوف هم عايزين منك ايه. فبيضحك جيون
جيون ضحكة شر وبيقول انا كنت بحاول اعرف هم ليه شوية الخنازير اللي كانوا مع يانج وي في نفس المكان وقت البرج الشيطاني كانوا بيحاولوا يمنوا بطنهم زي الخنزير ده. وبيقول هم الملوك دول ياخدوا الرضا، دول ما اتغيروش خالص. وبيخبط برجله بقوة في الارض وبيطلع طاقة قوية بتمحي الظل اللي كانوا قدامه كله. وبيقول جيون ازاي تتجرأوا؟ فبيقول جيميني ان الشخص ده مش طبيعي نهائيا. فبيندع عليه جيون وبيقول له هاني جيمين. بيسأله بيقول له بالنسبة للي لسه فشخهم بصباعي دول نفسهم برضو تلاميذ القديسين؟ بيقول له جيمين ايوه دول التلاميذ اللي بيسيطروا على البلاد، دول قوات النخبة اللي بتتكون من عدة اشخاص مؤثرين. وبيقول له جيون وعندهم فلوس كتير برضو مش كده؟ وبيبص بنظرة شر جيون عليهم وبيقول له اكيد برضو الهدوم اللي عليهم دي غالية مش كده؟ انت بتفكر في ايه يا ابن المجنونة؟ وبيعمل فعلا اللي كلنا فكرنا فيه وبيبدأ ياخد لبسهم. ايوه كده يا عم جيون هو ده الانتقام بجد. بعدها جيمين واللي معاه بياخدوا جيون لمكان بيتهم وبيقول له هو ده بقى بيتي، وبيعرفوا مكانه وبيشكروا على انقاذهم اليوم وانه رجعهم للبيت بسلام. فبيبص على جيون بيلاقيه مش فارق معاه فبيقول له انا نعسان انت مش هتدخل ولا ايه؟ وبيفكروا جيمين عايز يدخل بيته وفعلا ده اللي بيحصل. وبيدخل جيمين بيته وبياخد شاور وبيقص شعره وبيروق على حاله. وبيشوف جيمين وبيقول له شكلك فجر يا يونج بعد ما قصيت شعرك. فبيتحرك جيون وبيلاقي حاجه شكلها مرعب بتطير وشكلها كده زي البعوض. وبيقول له جيون ايه الكارثه اللي في بيتك دي؟ وبيدمرها في ثواني معدوده وبيحولها لرماد. وبيقول جيمين انت دمرتها بايدك من غير حاجه كده؟ ده حتى المحترفين ما يقدروش يعملوا كده. فبيزهق جيون وبيقول له انها مش واحده بس عمالين يجوا كتير وليا انا بس ليه؟ فبيقول له جيمين مش ممكن تكون بتنفس ريحه تشبه الكوارث؟ فبيقول له جيون انت بتقول ايه يا عم؟ في حاجه في البيت ده بتجذبهم. فبيقول له ده بسبب القطع الاثريه الشريره دي علشان كده بتيجي الكوارث لهنا. فبيقول له جيمين شرير ايه بس؟ ده انا اخدتها من قديس الجوزاء بذات نفسه. فبيقول له على الرغم انها مش بتاعتي ولكن بتاخد بركات من القديسين. وهو بيتكلم كده بيقوم مدمرها جيون قدام عينه والواد يا عيني بيتحسر عليها. وبيبدا جيون يدمره في كل حاجه وبيطلع له اسباب ليه لازم يدمرها. وبيقول عن انه القديسين دول مش بس سرقوا منه فلوسه، لا دول كمان بيبيعوا حاجات زي التحف الشريره للناس، كميه حقاره مش طبيعيه والله. فبيتضايق جيون بمجرد التفكير فيهم بس. وبيجي حد كده قدام الباب وبيدخل على جيون وجيمين وهم بيتخانقوا على القطع الاثريه وبيكون ولد كده شعره احمر. فبيقول له جيون انت مين يالا؟ فبيقول له جيمين اسمه هو سونج جاي. فبيرد سونج على جيون وبيقول له انت بتكلمني انا؟ ده البيت بتاعي. وبنروح بعد كده لمقر برج الحمل الملكي وبنشوف يانج الحقير وهو بيوصل له خبر بانه ملوك العائله اللي في كوريا اختفوا. فبيقول له الخدم ايوه وده بسبب انه فرعنا في كوريا في حاله ذعر حاليا. فبيقول يانج في سره مين اللي في الدنيا دي يقدر يعمل حاجه شكل كده؟ وبيقول ان ملوك العائله دول هم الظل المباشر للملوك المقدسين ومفيش اي مستيقظ هيقدر يطاردهم. فبيقول يانج للخادم كلم بقى القديسين وشوف لو فيه منهم اي دليل على اللي حصل. فبيعرفوا الخادم ان القديس هوجو مش عارفين نوصل له. فبيقول يانج سيبك منه شكله حاليا في انجلترا كمرتزقه حاليا. فبيقول له الخادم لا بعد ما وصل انجلترا مشي تاني على طول. فبيقول يانج مشي راح فين؟ فبيقول له الخادم رجع لكوريا تاني. فبيفكر يانج ان هوجو كان اقرب صديق للي جيون وبيقول شكله عمل كده علشان الشائعات المنتشره عن نجاة لي جيون. وبيقول هل هو فعلا رجع للحياه تاني؟ وبيتعصب على الخادم وبيقول له اعمل تحقيق مناسب في الموضوع ده وايه التفاصيل الباقيه. بيقول له ان في نفس المكان اللي اختفت فيه ملوك العائله اكتشفنا احد تلاميذ الجوزاء اغمى عليه وبس كان بملابس داخليه وكان عريان في الشارع، واللي قالوه الشهود انه دخل في مشكله مع واحد وسيم وده هو بطلنا جيون. فبيشك يانج في الموضوع وبيقول وسيم كده شكله مش جيون. بيقول كده ولا كده الامور حاليا مش تمام مع الشائعات ان جيون رجع دي وملوك العائله اللي اختفوا في كوريا لاسباب غير معروفه دي، وكمان فشلنا في غزو ملكه العنكبوت. وبيتعصب اكتر وبيقول لو الوضع استمر على كده فهيكون وضع مهدد. فبيطلب من الخادم يجهز سيارته الخاصه. فبيقول له الخادم انت رايح هناك بنفسك ولا ايه؟ فبيقول له يانج ايوه عايز اعرف بنفسي ايه اللي بيحصل بالظبط في كوريا. وبنكمل وبنروح لمستشفى الجوزاء وبنشوف الواد اللي بطلنا فشخه بصباعه في الجزء الاول حالته صعبه خالص، وفي راجل عجوز بيكلم واحد من تلاميذ الجوزاء واللي اسمه مين سونج هون ورتبته هي اس. وبيقول العجوز مين بس اللي عمل في حفيدي كده وخلاه متدشمل بالشكل ده؟ بيرد عليه سونج هون وبيقول له ما تخافش المره دي مش هيحصل حاجه وبرج الجوزاء هو اللي ارسلني لهنا. وبنرجع تاني بقى لبطلنا وبنشوف الواد ابو شعر احمر اللي دخل فجأة عليه هو وجيمين اخر مره وبيكون اسمه سونج جاي. وبيكلم جيمين وبيقول له انت يعني بتقول لي انك قابلته في برج الشيطان وقتل وحوش بايده بس من غير حاجه وكمان فشخ واحد من الرتبه ايه؟ بيقول له جيمين ايوه كلامك مظبوط. فبيتعصب سونج عليه وبيقول له انت عايزني اصدق الكلام ده بعد ما كسر لي كل حاجه غاليه في البيت؟ وبيكون جين واقف وماسك قطع اثريه وبيقول له كلهم مزيفين. بيقول له سونج انت الكذب
الكادر الملكي بتاعك ايه ولا انت تبع مين؟ فبيرد عليه جيون بابتسامه مستفزه، هو انا محتاج اكون تبع حد ولا ايه؟ بيردد سونج نفس السؤال وبيقول له جيون انا بتابع نفسي ومش بتابع حد من الاثني عشر الاغبياء دول. بيساله سونج طب وصفك كمستيقظ هو ايه؟ ما بيقولوش جواب برضه جيون. فسونج جاب اخره وقال له طب اسمك ايه؟ فرد عليه وقال له لي جيون. فبيشتعل سونج من الغضب وبيهديه جيمين وبيقول له اسمه هيونج اهدى ده بس بيهزر معاك. بيقول له سونج انت كسرت كل حاجه في البيت وكمان بتقول لي الاسم ده؟ وبينفجر من الغضب وبيقول له ازاي تتجرأ تتظاهر بانك مستر لي جيون يلا. وبينصدم جيمين من القوه اللي طلعها وبيقول اهدى يا عم هتدمر البيت. والنظام بيحذر جيون انه منى تلميذ الجوزاء بتنفجر وبيقول له لي جيون بطريقه مستفزه حلو قوي انت كده هتحرق بيتك ارحم الواد يا جيون ده اول لقاء بينكم يعني. وبيفعل جيون نظره الملك عليه وبيشوف قوته وكل معلومات سونج وبيلاقي ان رتبته هي ايه واسمه كمستيقظ هو المعاقب والمهارات اللي عنده هي حرق الساحر وختم الثلج الدائم. سماته هي العبقري والبصيره والهوس المستمر وعباده الاوثان. العبقريه عنده تاثير التعلم 200%. بيقول جيون انه بيستخدم قوه بمستوى عالي في سنه صغير وان اسمه عبقري مش من فراغ. وسونج بيجمع قوته كلها وجيمين بيخاف وبيقول للي جيون اهرب يا هيونج لان سونج تلميذ من برج الجوزاء ورتبته ايه فوق كده كمان ده متعصب قوي للي جيون. وسونج بيقول بنبره تخوف وهلا ترعب اطلع بره يا جيمين لو مش عايز تموت. ففجاه في لمح البصر بينط جيون وراه بسرعه خارقه وبيقول له هتعور نفسك لو لعبت بالالعاب الناريه كتير. ولسه سونج بيلف يستوعب اللي بيحصل وجيون بيديله ضربه بصباعه الصغير بيلزقه في الحيطه. وجيون بيقرب منه وبيقول له يا ابن الهبله انت مش بس هتحرق بيتك انت هتحرق العماره كلها. جيمين بيسال جيون اكيد سونج ما ماتش صح كده؟ فجيون بيضحك ضحكه شر وعيونه تخوف وبيقول له ايوه كويس وبيكون خايف جيمين عليه. وبنشوف سونج وهو قاطع ميه ونور ودماغه منفوخه من الخبطه وبيروح يطمن عليه جيمين وما بيفرقش معاه جيون وبيروح ينام. واول ما جيون بيدخل اوضه بيلاقي تماثيل شكلها غريبه وبتكون كلها عنه هو. وجيون بيقول ايه اللي انا شايفه ده؟ فبيقول له جيمين قلت لك ان سونج متعصب للي جيون بغباء. وسونج بيحذره وبيقول له اطلع من الاوضه دي دلوقتي هنا كل حاجه للي جيون بقدرها اكتر من حياتي يا اولاد المجانين. فبيحرقوا جيون اكتر وبيروح يشيل راس واحد من التماثيل بحجه انه مش مرتاح له. فبيقول له سونج وقف يا ابن المجنونه اللي انت بتعمله ده. فبيقول له جيون انا مش ابن مجنونه انا اصلا لي جيون بنفسه. فبينفجر سونج من العياط وبنروح لاحدى المقاهي وبنشوف هناك هوجو قاعد بيسمع في الاخبار المذيع وهو بيقول ان في 2 من برج الجوزاء اتفشخوا من شخص مشبوه وبعدها اتقلبت كل حاجتهم وهدومهم كمان. بيقول هوجو في نفسه ده اكيد جيون هو بيعمل ايه بس ابن المجنونه ده؟ وده كمان اول حاجه اسمعها اول ما اجي لكوريا كده على طول. وبتجيله العامله في المقهى بتقول له تشرب ايه؟ فبيتعصب هوجو عليها وبيقول لها بطل هبل واطلع من هنا يا يانجوي. فبتقول له العامله ايه ده انت عرفت بسرعه قوي كده؟ بقالنا كتير ما تقابلناش يا هوجو ما عرفتش اكلمك من فتره. بيقرب منه بيقول له اكيد انت هنا علشان لي جيون احسن لك تتكلم وتقول اللي تعرفه. بيقول له هوجو ده بقى اللي بكرهه في امك انك بتاخد اجسام الناس وتتحكم فيهم. وفجاه بترجع العامله لجسمها عادي ووعيها وبتنصدم من اللي كانت بتعمله. وبيقول هوجو في نفسه لازم الاقي جيون قبل اي حد تاني. بنروح بقى لمكان اسمه بوتشون وبيكون مجمع تجاري وبنشوف جيمين وسونج بيتسوقوا وبيسالوا جيمين هل تتوقع انه هيونج فعلا هو لي جيون؟ فبيقول له سونج اكيد لا مفيش اي شبه بينهم خالص. وبيقول له كمان انه لي جيون هو منقذ البشريه انت عايز تقول لي انه السفاح ده؟ بيقول له جيمين بس انا شفته خارج من برج الشيطان وهو قوي بشكل مبالغ فيه فممكن هو. بيقول له سونج انا عارف ابويا قال لي ايه كويس. فبيقول له جيمين مش ابوك من برج القوس ولسه هيدفعوا الطلبات اللي اخدوها بيلاقي حرامي بيجري وبيقلبهم بالحاجات بتاعتهم. وبيخمن جيمين بعد ما وقع هو وسونج ان سرعته دي شكله كده تلميذ برج العقرب. فبيقول له سونج ده بيستخدم قوته في السرقه. وبنشوف السوبر ماركت بيتسرق منه كل حاجه وبيعرف سونج وجيمين ان كده كل حاجه هتختفي. وبيكون الحرامي ده شايف نفسه وبيقول مع نفسه مفيش حد يقدر يمسكني وبيقول يلا على المحطه اللي بعدها. وفجاه في لمح البصر جيون بيديله ضربه في بطنه بيرجع له احشائه في ظهره وبيقول له مسكتك. والواد الحرامي ما بيكونش مصدق اللي بيحصل وبيقول له جيمين انت بتعمل ايه هنا يا هيونج؟ بيقول له جيون انا بس جيت علشان نسيت اقول لك تشتري فراخ. وبيجي واحد فجاه شعره ابيض وبيقول صعب حد يمسك تلاميذ برج العقرب لان سرعتهم خرافيه. وبيقول له من طاقتك شكلك تلميذ عادي ولازم ترن على الشرطه المره الجايه. وبيقول جيون في نفسه ماله ابن العبيط اللي قدامي ده. وفجاه بيحصل زلزال قوي في المكان وبيقرر الحرامي يستغل الفرصه ويهرب وبيقوم يجري بسرعه وبيقول ابن الهبله ده هو اللي وقفني ولكن اخدت فرصه اني اهرب. وفجاه بيطلع قدام الحرامي ده حريش شكله مرعب وضخم جدا وبينصدم الحرامي بيقول ازاي فيه كارثه في المنطقه الخضراء. وبيقرر يجري ويتجاهل الكارثه اللي قدامه وبيكون واثق ان الكارثه حتى مش هتقدر تمسكه ولكنه لسه ملحقش
بيلحقش يكمل كلامه وبتبلعه الكارثه في لمح البصر، وبيكون شكل الكارثه تخوف والناس واقفه مش عارفه تعمل ايه، وبيجي انذار للناس انهم يهربوا حالا من المكان لانها كارثه ملكه العنكبوت. وبتبدا الملكه تطلق الوحوش بتاعتها على الناس، وبيكون في طفل صغير واقف بيعيط وبيهجم عليه الوحش، ولكن جون بيجي وبيديله بوكس بيخلي وشه شبه الارض، وبيقول للطفل اهرب بسرعه، وبيطمن عليه لكن الطفل بيخاف منه وبيهرب، وبيسال نفسه جون هو ازاي فيه كوارث هنا، وبيجيب التعبان بتاعه وبيطلع قوته. بنروح لعربيه يانج وبنشوف يانج بيقول لاحدى الخدم عيد اللي انت قلته تاني كده، فبيقول له الخادم انه في خبر انه ظهرت احدى الكوارث في احد الاسواق في بوتشون، فبيقول له يانج فكك ايه هي نوع الكارثه بس اهم حاجه، فبيقول له هما بيقولوا انها ملكه العنكبوت. فيانج وشه بيجيب الوان وبيقول احنا فشلنا نهزمها المره اللي فاتت ولكن سجناها هي نجحت تطلع تاني، وبيقول انا مش هعرف اتحمل كارثه من المستوى الاحمر لوحدي. وبنعرف ان بعد ظهور المصائب والكوارث دي البشريه قسموا الكوارث ل6 مستويات، اولهم الازرق وده ملاذ الملك النقي، والتاني هو الاخضر وده هو المكان الامن، واللي بعده هو الاصفر وده بيتحذر منه، وبعد كده البرتقالي وده خطير لازم تروح ملجأ، واللي بعده الاحمر ودي كارثه عظيمه، والاخير هو الاسود وده بقى هيدمر الدنيا كلها. وبيقول يانج في نفسه لو ظهرت ملكه العنكبوت في السوق يبقى المكان كده كله انتهى. فبيسالوا السواق هنعمل ايه يا سيد يانج في موضوع السوق، بيقول له خليهم يدفنوا المكان كله، وبيقول في نفسه ما ينفعش حد يعرف الموضوع هيبقى زفت لو انتشر اننا ما قدرناش نهزمه. وبيقول له يانج الحقير قول ان كل الناس هناك ماتت ويبعت تلاميذ يدفنوا المكان كله. وبنروح للسوق بنشوف كميه وحوش في المكان كتير جدا، وبنشوف الولد ابو شعر ابيض وهو بيطلع قوته واللي عباره عن تلج وبيجمد بيها الوحوش، وبيستخدم عليهم قوه السجن الجليدي، وبتقدر الوحوش تفك تلج وترجع تاني ولا كأن حاجه حصلت. وبينصدم الولد ده وبيجي فجاه جين قدامه وماسك كنزات كتير في ايده، وبينصدم الولد ابو شعر ابيض وبيقول هو امتى وصل هنا، وبيقول جين الوحوش يا شويه اغبياء انتوا يعني بتحاولوا تاكلوا الناس علشان مش لاقيين حاجه تاكلوها، وبيحدف عليهم ازاز الكنز وبيقول لهم ابلعوا يا شويه خنازير، وبيجري بسرعه بسيفه وبيقطعهم كلهم في ثانيه الا ثانيه. الله يخرب بيتك يا جيون ايه يا عم كل القوه دي. وبيقول جيون بعد ما قطعهم في منظر جامد يا شويه كلاب كان لازم تفضلوا في الحجره بتاعتكم. وبينصدم سونج وجيمين من اللي شافوه، وبيجي النظام لجيون وبيقول له انت اتعاملت مع الكارثه وقوتك ارتفعت في الابراج وحصلت على مكونات جديده للانتاج، وبتظهر له حاجه قدامه زي كريستاله كده لونها اصفر، ودي بتكون مكونات الانتاج ويقدر بيها يصنع مهارات جديده وتحف ملكيه. وبيسال جيون نفسه لو تغيرت مهارات الانتاج عنده، وبيقول هجربها بعدين. وبيقول بما ان قوتي الجسديه كانت محجوزه بنسبه 50% فحركاتي مش وحشه خالص، وبالمعدل ده اقدر ارجع اقوى من اللي كنت عليه وقت ما كنت نشيط. وبيكون مصدوم الواد ابو شعر ابيض وبيقول هو ازاي خلص عليهم بسرعه كده، وبيسال نفسه هو من فين جه الراجل الغريب ده، وبيندع عليه وبيقول له انا حسيت انك اللي اذيت تلاميذي من الاول. وبيفهم جيون قصده على مين وهما الاثنين اللي دمرهم قبل كده بضربه من صباعه، وبيديله جيون بوكس في وشه وبيقول له اخرس يا ابن الكلب، وبيقول له انت ازاي عرفت، وبيقول له اكيد هعرف يا غبي ما انت لابس اللبس بتاعهم اللي سرقته منهم. وبيقول ان الشارات اللي عليهم دي قطع اثريه ملكيه من الرتبه اس وبياخدوها فقط تلاميذ برج الجوزاء. وبيقول له انت اكيد بقيت قوي بسببها، وما يعرفش برضه لسه انه ليه جيون، ما اعرفش انتوا هتكتشفوا امتى لما المنهى هتخلص ولا ايه. وما بيكونش جيون عارف اصلا انه معاه البتاع ده، وبيقول انه بتاع مقرف وبيدمره بصوابعه. بينصدم الواد ابو شعر ابيض صدمه عمره، وبيقول جيون ان الحاجات دي كلها تزيين واي كلام، هو كمان مر 12 سنه والسحاره الخبيثه ما اتغيرتش. وبتظهر فجاه ملكه العنكبوت وبتكون هايجه وعماله تضرب في اي حاجه قدامها، وبيفعل جيون قوته وبينطلق بسرعه الصوت عليها وبيجهز هجمه ليها في مشهد جامد، وبيضرب الملكه بوكس بقوه بيلزقها في الارض، والناس وجيمين وسونج وكله بينصدم من اللي شافه. وبيتكلم فجاه صوت في المكان وبيعرفوا سونجهون اللي هو الولد اللي شعره ابيض، وبيكون الشخص اللي بيتكلم ده اسمه تشوي سينجيوك، وبيكون كادر ملكي لبرج الجوزاء. وبيقول له سونجهون يهرب من المكان بسرعه لانه في شويه من اعضاء برج الحمل هيدفنوا المكان كله دلوقتي، ويانج وي جاي لهنا شخصيا ومش عارفين ازاي نوقفه. وملكه العنكبوت اللي ظهرت هنا يانج نفسه ما عرفش يهزمها، وبيقول علشان كده بيحاول انه يخفي الموضوع لانه مش هيكون حلو لو طلع للعامه انه يانج ما قدرش يهزم ملكه العنكبوت. بيقول تشوي لسونجهون انا اديتك قدره النقل الفضائي خد معاك سونج الجاي واطلع من المكان بسرعه. وبيقول سونجهون انت قصدك انا وهو بس، وبيشوف الناس قدامه هم حالتهم صعبه جدا وبتظهر وحوش اكتر في المكان، وجيون بيكون عند ملكه العنكبوت وبيكون سونجهون متردد، وبيقول له تشوي في مشكله ولا ايه؟ فسونجهون بيضحك بتوتر وبيقول لا ما فيش حاجه. فبينصدم سونج وبيقول له بدل اللي انت بتقوله ده نطلب المساعده، انت مش شايف حالنا دلوقتي؟ انت بتقول لي نسيب الناس تدفن هنا احياء؟ بيقول له سونجهون انا عارف كل ده ولكن تخيل كده نقول للناس في الشارع انه ملكه العنكبوت ظهرت، الناس هتفكر في ايه برايك؟
ما بيفهمش سونج كلامه. بيقول له سونج هون ان المواطنين هيتضايقوا من الكائن الملكي وسلطتهم هتتزعزع وهتضعف قوة الملك المقدس، ولازم تفاني الناس ما يتهزش علشان نحصل على حماية الملوك. فبيقول له سونج هو ده السبب في اللي انت عايز تعمله؟ بيقول له سونج هون ان الحسن الحظ فيه انتقال اني واحد بس متبقي معايا، فانا وانت بس هنخرج يا سونج، وده لانه طلب مخصوص. فبيقول له سونج انت عبيط يا ابني، طب وصاحبي اللي معايا ده هسيبه هنا عادي؟ والناس اللي هنا كمان محتاجه مساعدات. فبيتضايق سونج هون منه، بيقول ابن البرده ده الغبي ده بيضايقني دلوقتي ليه؟ والله ما فيش ابن برده غيرك. فبيقول له سونج هون كمان انا مش مستعد اتدفن هنا حي علشان اتردد بسبب غبي ما عندوش كفاءه زيك. وبيقول له بس برضه ما اقدرش اتجاهل اوامر الكابتن الكائن الملكي. وبيحاول ينقل سونج معاه ولكن سونج بيبعد قوته عنه وبيتعصب وبيضحك سونج هون. وبيقول له انت اكيد مش بتفكر تقتلني لانك عارف اننا في مستوى مختلف تماما. وبيقول له لازم توقف الشعور بالذنب ده وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي دراع ملكة العنكبوت بتخبطه من ظهره وبترميه على الارض. وبيجي جونو بيقول لهم ايه ده انتوا لسه هنا؟ بيقول لهم المكان هنا خطير جدا لازم تخرجوا بسرعه. بيقول له سونج ما نقدرش نخرج لان الكوارث بتسد المخرج. بيقول له اما نستخدم النقل الآني او نهزم ملكة العنكبوت. وبيقول لهم كمان في ناس جرحى كتير وفي ناس بره بيحاولوا يوقفوهم. وبيقول لهم الوضع كده شكله خرا خالص. وبيتعصب سونج هون من وراه وبينفجر وبيقوم وبيقول له ازاي تجرؤ تدوس عليا؟ بيقول له جيون انت مش كنت ناوي تتخلص من الباقيين وتهرب بنفسك؟ بيقول لهم انتوا شويه اغبياء فعلا، موتوا لو عايزين انا ههرب بنفسي. وملكة العنكبوت فجأة بتحط شبكه عليه وبتشده عليها وبتبلعه. فبينصدموا سونج وجيمين وبيقول لهم جيون روحوا انتوا كمان يلا. بيقول لهم انا ههتم بالبتاع ده، روحوا انتوا اهتموا بالجرحى علشان نخرج من هنا بسرعه. وبيستغربوا من كلامه. بيقول لهم جيون انا هخلص عليه بسرعه. ايوه الجمدان بقى اشتغل تاني. وبنشوف المبنى وهو بيتم اغلاقه وبنروح ليانج وهو بيسال ايه الوضع. وبيقول له واحد من الخدم انهم قفلوا المبنى كله. وبيقول واحد من اللي بيقفلوا المكان انا ليه حاسس ان الختم ده مش شغال صح. والتاني بيقول له ايوه انا حاسس كده برضه كانه في حاجه بتحجبه. وفجاه بيظهر ضوء شديد في المكان ومحدش بيقدر يبص على المبنى منه. وبيطلع من المبنى التعبان بتاع بطلنا لي جيون وبينصدم منه يانج والناس اللي جوه بتبدا تهرب. وبيحاولوا خدم يانج يمنعوهم يطلعوا. وبيقولوا لهم الناس انه في شخص قتل كل العناكب اللي جوه. وبينصدم يانج من اللي سمعه وبيقول قتل العناكب ازاي؟ ده انا حتى ما اقدرش اعمل كده. ما يعرفش ان الكابوس بتاعه مستنيه جوه. وبيقرر يانج يتحقق من الموضوع بنفسه وبينتقل بسرعه خارقه داخل المكان. وبيشوف قدامه ملكة العنكبوت وهي متحنطه ومتخلص عليها. وبيكون مصدوم وبيسال مين اللي عمل كده. وبيقول الوضع بدا يكون اسوأ واسوأ وفي حاجات تانية لازم اركز عليها. وبيحس بشعور غريب وبيجري يشوف ايه اللي بيحصل تحت. وبيلاقي هوجو تحت وبيقول شكله هو اللي ورا كل ده. الموضوع ده منطقي اكتر. وبيظهر من ورا صوت غريب بيقول له هل حياتك كانت اكتر احتمالا لو ما كنتش انا هنا؟ وبيتصنم يانج في مكانه. وبيقول له انت مش مرتاح صح؟ بيقول له جيون ما شفناش بعض من فتره طويله، ليه تعبيرك شكله مش حلو كده؟ اوبا اللقاء المنتظر اخيرا. وبيقول يانج انت ليه جيون؟ وبنشوف الاسعافات وصلت وبدات تهتم بالناس. وبيسال سونج نفسه هو ده ممكن يكون فعلا ليه جيون؟ بيقول شكل مختلف ولكنه عنده نفس القدرات. وبيجي له هوجو بيقول له انت بتعمل ايه هنا يا سونج؟ وبيقول له انت رجعت من كوريا؟ فبيتعصب هوجو عليه وبيقول له انت ازاي تتجرأ تتكلم مع ابوك كده؟ وبنعرف بقى ان ده ابو سونج جاي هو نفسه صديق ليه جيون القديم. وبيقول له هوجو اهم حاجه انت كويس واي حاجه فيك هيتم علاجها. وبيساله بيقول له اهم حاجه انت كنت في السوق صح كده؟ انا سمعت ان في حد هو اللي قتل الوحوش ما تعرفش مين هو؟ وبيتجاهله سونج وبيتعصب هوجو بيقول لنفسه انا مش عارف ايه اللي حصل له. فبيقول جيمين فجاه لسونج جيون اكيد كويس صح كده؟ واول ما هوجو بيسمع اسم جون بينقض على جيمين وبيقول له انت قلت جيون صح كده؟ هو فين دلوقتي؟ انت تعرفه؟ وبيقول له جيمين انت عايز تتعرف عليه؟ بيقول له هو دلوقتي جوه السوق وهو نفسه اللي قتل ملكة العنكبوت وقال كمان ان اسم جيون. بيقول له هوجو انت بتقول ايه؟ اشرح لي بالتفصيل. وبيظهر فجأة انفجار من المبنى فوق وراهم وبنشوف يانج وهو مفرهد وشكل كده جيون بيقوم بالواجب معاه. بيقول له جيون انت بتتصرف بشكل غريب قوي، مر 12 سنة يا عم الحاج واول ما تشوفني كده تهجم عليا؟ بيقول له يانج انت مين؟ وبيقول يانج في نفسه ان شبه ليه جيون ولكن الندوب راحت فين اللي كانت على وشه وصوته كمان اتغير ولسه شاب ازاي. وبيقول له يانج يا ابن الجزمة ازاي تنتحل شخصية ليه جيون؟ انا اتخضيت منك. بيقول له جيون انتحال شخصية مين يا عم انت؟ وبيقول له يانج وهو بيجمع قوته ازاي تجرؤ تهاجمني؟ خليك جاهز بقى للي هيحصل لك. وقبل ما يفكر كمان جيون بيديله بوكس في كرشه بيطير امه لبعيد وبينتقل وراه بسرعة وبيرزعه في الارض. وبينزل له بيقول له بعيون مضيئة انتم محتاجين حد يعلمكم الادب، كنتوا مبسوطين قوي بعد ما تخلصتوا مني في البرج صح كده؟ وبيقول لهم انتوا كمان سرقتوا اثاري المقدسة وممتلكاتي وزورتوا وصيتي. بيقول له جيون برعب كده ما تخافوش هقتلكم كلكم.
لكم كده كده. وبيقول له بس قبلها هعذبكم شويه كده، وبعدها هاخد بيتك والكوادر بتاعتك واثارك المقدسه، وبعدها هخش على باقي القديسين. ويانج بيعملها على نفسه من الخوف، وبيقول جيون اخر جمله انا هدمركم كلكم. وبيقول يانج في نفسه مش هخلي اي حاجه من دي تحصل. ايوه وهتعمل ايه مع واحد قوي زيه وفوق كده عايز ينتقم منك؟ انت خلاص رحت فيها يا حبيبي. وما بيكونش اصلا لسه مصدق انه لي جيون، فبيسال نفسه هل فعلا نجا من البرج. وبيقوم يانج وبيقول له لو انت فعلا لي جيون فوريني كده، وبيطلع كل قوته وبيستدعي قدرته الملكيه. وبيقول له جيون بس كده يعني؟ بس يانج بيحرك صباعه وبيربط جيون بسلاسل، وبيقول له يانج انت مفكرنا لسه ضعفاء زي زمان؟ بيقول له انا مش عارف ازاي انت رجعت من البرج. وبيجمع قوته كلها وكل السلاسل عليه، فبيقول له جيون بدون ما يتحرك جفن ليه حلو قوي الموضوع ده. وبيهجم عليه بعدد مرعب من السيوف، وبيعمل برج كامل من السيوف فوق لي جيون. وبيسال نفسه هل مات ولا لسه؟ بيقول له انا ما توقعتش انك ترجع حي من برج الشيطان، ولكن انت لسه اهبل زي ما انت، لانك بتقابل ناس درجتهم عاليه وعندهم تلاميذ كتير. انت كنت مفكرنا بنلعب السنين اللي فاتت دي ولا ايه؟ وفجاه بتظهر طاقه لونها اخضر بين السيوف، وبيبدا يرجع الرعب تاني ليانج. وبيطلع لي جيون ببوكس في وش يانج من بين السيوف، بيرجع يانج لبطن امه من تاني. وبيتصدم يانج وهو وشه خربان خلاص، وبيقول هو انت فعلا لي جيون؟ وبيقف قدامه جيون وبيقول له انت جاي تعرفني دلوقتي؟ وبيقول له ايوه انا رجعت. وبيكون مصدوم يانج ومش عارف هو ازاي عالج نفسه. بيقول ان معالجين من برج الدلو مش هيقدروا يعملوا كده حتى. وبيجي له اشعارات النظام ان تم زياده قوته، وبيستفز جيون وبيقول له شكرا ليك قوي، انت خليتني اقوى كمان، اهو طلع ليك نفع في حاجه قبل ما تموت. وبيقول له بنظره رعب دلوقتي خلينا اجرب عليك شويه حاجات كده. وبيجي ليانج النظام وبيقول له انه ملك برج الحمل منصدم من قوه جيون، وانه ازاي نجا. وبيمشي الملك عنه وبيسيبه، فبينصدم يانج وبيقول ليه مشى وسابني؟ فجيون بيقول له علشان هو شكله عارف انك عديم الفائده من الاول. وبيضحك جيون بغضب ورعب، بيقول له انا شخص رحيم قوي، فبس كل اللي هعمله هخليك تحس باللي حسيته في البرج. وبيبدا جيون الطبخ في يانج علشان ينتقم منه. وبعدها بيوصل هوجو بعد شويه هو والخدم، وبيشوف المكان متدمر وحالته حاله. وبيبدا هوجو يحس بطاقه يانج، وبيتاكد هوجو ان ده لي جيون. وبيفعل هوجو قوته وبيطلب من الخدم يبعده شويه، وبيدمر الارض وبينزل تحت بيلاقي يانج مضروب علقه موت ومحطوط رساله عليه. وبيسال هوجو نفسه انت ناوي تعمل ايه يا جيون بعد كده؟ وبنشوف جيون وهو راح لبيت يانج علشان يسترجع القطع الاثريه بتاعته اللي سرقها يانج منه. وبيدخل بيلاقي ناس بتصور تحف وحاجات كتير، وبيتضايق جيون وبيقول ابن الجزمه ده مهووس بانه يظهر فاجر ويعمل معاه فلوس، وهو اصلا مجرد حقير. وبيحس بالقطع الاثريه بتاعته بيقرب منها، وبيلاقي حاجات كتيره مزيفه، ولكن بيشوف قطعته الاثريه وبيكون شكلها زي سلكه السنان كده. وبيكسر الازاز علشان ياخدها، وبيشتغل الانذار. وبيجي الحراس كلهم عند لي جيون، وبيكون عددهم هائل، وبيقولوا له سلم القطعه الاثريه دي وارفع ايدك. بيقول لهم جيون ببرود مش هعمل كده، وبيحرك سلكه السنان اللي في ايده دي، وبيقدر يدمر كل الحراس اللي قدامه. وبيقول لهم انتم عبستم مع الشخص الغلط. وبياخد جيون قطعه اثريه تانية، وبتكون كره وحل بتنتج اي حاجه سماتها هي تحويل الشكل، وبتكون برضو بتاعه بطلنا. وبيقول له النظام انك استوفيت شروط فتح مهاره ورشه العمل، وتم انشاء ورشه عمل مساحتها 1.5 متر مربع، وتم فتح النطاق الافتراضي لورشه العمل، وفي ورشه الانتاج وورشه الاصلاح والتعزيز وورشه التفكيك. وبعد ما خدت مهاره ورشه العمل تقدر تاخد سمات الكره الطينيه اللي بتنتج اي حاجه. وبيقول جيون للكره دي ايه رايك نمشي دلوقتي؟ وبيلاحظ جيون باب وهو ماشي، وبيحس بطاقه قطعه اثريه مقدسه طالعه منه. وبيقول جيون بنبره مرعبه وعيون خبيثه انه هيكون الموضوع دمه تقيل لو مشيت فاضي من المكان هنا. وبيمسك ايد الباب وبيقول جه الوقت نجمع الحصاد. وبيوصل هوجو للمكان اللي فيه جيون، وبيلاقي الناس بتجري والمكان مقلوب. وبيقول هوجو يا عم جيون اهدى بقى شويه. وبنشوف جيون طالع وماسك شنطه كبيره، وبيقول انا حاسس بالجوع. وبيقابله هوجو اخيرا، وبيعرفوا جيون وبيجري عليه وهو بيعيط ولسه هيحضنه. وبيتجنبوا جيون وبيقول له يا حقير انت جاي تفتكر ان عندك صديق بعد كل الوقت ده؟ وبيكون هوجو مش شايف قدامه ومسك شخص تاني كان مع جيون، وبيقول له لو انت كنت نجوت من البرج ليه ما جيتليش على طول؟ ايه اللي كنت بتحاول تعمله طول الوقت ده؟ وبيقول له انت رجلك كويسه جسمك شكله كويس، الله يخرب بيتك. وبيتعصب جيون وهو واقف وراه وبيضربه برجله، وبيقول له مش عارف تفتكر وشي حتى. وبيدرك هوجو ان هو من كره الوحل اللي على كتفه، وبيقول له جيون انت عايزني اضربك تاني علشان تفوق ولا ايه؟ وبيقوم هوجو بسرعه وبيحضنه وبيعيط، وبيقول انت نجيت بالفعل. وبيتضايق منه جيون وبيضربه في بطنه. مالك كده يا عم جيون، في ايه الراجل وحشك يعني؟ وبيجي اشعار من النظام ليه جيون، وبيقول له ملك برج القوس اللي اسمه ابولون قد ظهر. وبيظهر فجاه ضوء قوي، وبيطلع منه الملك ابولون ورا هوجو، وبيكونوا متفاجئين منه هما الاثنين. وبيكون ابولون ده مستغرب ان ليه جيون فعلا موجود، وبيطلب من هوجو يتاكد منه لو هو فعلا. وبيكون ملك عامل زي اللهبل كده في تصرفاته، وبيستفز
بيهز جون وبيطلع عليه سهم، فبيتعصب منه جون وبيقول له هوجو ازاي اول ما يظهر كده يستهدف حد يعني، وبيهديه هوجو وبيقول له جون صح في حاجه عايز ارجعها لك. فبيستغرب هوجو منه وفجاه بيقلب جون عليه وبيبص له بغضب، وبيفتكر هوجو لما جون كلمه في العربيه وهو بيقول له هقتلك اول لما اشوفك. وبيقول له جون هل بعد ما خرجت من البرج بيتي اتباع وكل الاثار بتاعتي اتسرقت ازاي سبتهم يعملوا كده؟ فبيحاول يهديه هوجو وبيطلب منه جون يضربه ضربه واحده بس، وبعد ما بيضربه بيعرف هوجو ان هو جون فعلا، وبيظهروا الحراس تاني وبيقولوا هو ده الشخص اللي سرق المكان، وبيعرف جون هوجو انه كان مطارد. فبيساله هوجو انت سرقت ايه؟ فبيشاور جون على الشنطه وبيقول له بس شويه حاجات كده. فبينصدم هوجو بيقول له ما تقوليش انك نهبت المقبره بتاعت يانج. فبيقول له جون ايوه عملت كده، مش حاجه حلوه دي ولا ايه؟ وبيقولوا الحرس لرئيسهم انه لازم نمسكه حالا، ولكن بيدرك الرئيس الوضع وبيقول لهم احنا مش قده، بس انا كلمت حد يضاهي قوته. وفجاه بتظهر رياح قويه في المكان وبيظهر ملك العائله لبرج الحمل وبيكون اسمه وحش الثروات بيشو، وبيحذروا النظام ان ممكن يتم اخذ كل ثرواتك واثارك. وبيصرخ عليه الملك ده فبيخاف هيوجو وبيقول له يا جيون ارمي الحاجه اللي سرقتها من يانج وخلينا نهرب. فبيقول له جيون اخرس انت دلوقتي، وبيقول له انا عندي خطه، وبيكلم كره الوحل وبيطلب منها سيف، وبيطلع له سيف صغير وبيعرف انه صعب يتعامل بيه مع حد من الملوك، وبيطلع قوته وبيقول له وريني حقيقتك المخفيه. وبيتصدم هوجو من قوه جيون وبيكون سيف جيون اكتمل وبيكون شكله فاجر جدا، وبيقول جيون ان كده اقدر استخدمه، وبيكون اسم السيف ده كوكبه الافعى زي ما بيقول النظام، وانه حامل الثعبان بيعطي السيف عنصر الضربه الحاسمه، وبيقول له كمان ان السيف بقى حد واقوى من الاول. وبيفهم جيون ان اكتسب قوه جديده وبيفعل الحاسه الثالثه عشر، وبيقدر يشوف نقاط ضعف الوحش اللي قدامه، وبينط وبيقول خلينا بقى نعمل قلق. بيقول هوجو ايوه هو ده جيون اللي اعرفه، دايما بيهجم كده بشكل متهور وبيقدر يفوز في الاخر، وبيقول في نفسه عايزك تفشخه يا جيون، ولكن الملك بيهبده في الارض فجاه وبيدوس عليه برجله، وهوجو بيتصدم وبيقول جيون وهو تحت رجل الملك انت بتصرخ ليه كده يا عم انت؟ وبيرفع رجله بايده وبيقول ان ريحه رجله معفنه، وبيقول له دوري جه دلوقتي. وفجاه وفي لمح بصر رجل الملك بتتقطع وبتطير في الهواء، وبيصرخ الملك من الالم، وبيجي النظام لبطلنا بيحذره انه بيشو بيستخدم قدراته، وبيقول له كمان ان الوحش بيشو بيمتص كل الثروات الموجوده حواليه، وبنشوفه بيصرخ بقوه كبيره على جيون، وبيقول له جيون ما كنتش هتتضرب لو قعدت ساكت. وبيجي له النظام وبيقول له هو بيهجم على الملك انه تم تنشيط خصائص كوكبه الافعى الرئيسيه. بيقول له جيون خليني بس اضربك مره واحده ضربه صغيره، وبيطلق جيون ضربه قويه قاطعه ناحيه الملك بتقطع كل حاجه حتى مكان يانج كله بيتدمر، وكل الموجودين بينصدموا، وهوجو ما بيكونش مصدق قوته، وبيكون جيون قضى على الملك وفشخه تماما. وبيقول هوجو في نفسه لسه جيون هو جيون، وبيجي له النظام وبيقول له ان اسقط ملك عائلي وارتفعت نقاط خبره الملك المقدس، وبيقول له النظام كمان عايز تخلي الوحش بيشو ملك بيتك. فبيفهمش جيون قصده ايه النظام، فبيفهم جيون انه عنده القدره على انه يسيطر على الملك المنزلي اللي ما بيقدرش عليها الملوك ال12، فبيروح يحط ايده على جثه الملك بيشو، وفجاه بيطلع ضوء قوي من عليه وبيبدا يرجع للحياه من تاني، وبيكون شكله اهبل كده، وبيقول له النظام الوحش بيشو صغر نفسه علشان يحضن سيده، ايه النظام الاهبل ده؟ وبيتحمس جيون وبيقول بما انه وحش ثروات فكده اقدر اخزن كل الكنوز بتاعتي. فبيتصدم هوجو من اللي حصل قدامه وبيسال نفسه ايه اللي حصل قبل ما يرجع علشان يكتسب قوه زي دي، وبيقول له النظام عايز يسمي وحش الملك المنزلي ده ايه؟ فبيتحمس جيون وبيسميه بيجي بانك حصلت الفلوس. وبنروح لبيت هوجو وبنشوف جيون وهو بيقول له هوجو انه خاين، فبيتعصب عليه هوجو وبيقول له خاين ايه بس؟ انت تعرف انا كنت قلقان عليك قد ايه؟ وبيقول له جيون انا مش غلطان لانك اتجوزت وانشأت عيله واستمتعت بحياتك وصديقك كان محبوس في البرج. فبيتعصب منه هوجو، فبيقوم جيون وبيقول له مش هعرف اقعد في بيتك، فبيقول له هوجو عادي اقعد دلوقتي مفيش حد معايا اصلا. فبيفكروا جيون طلع مراته، فبينكر له كلامه هوجو، بيقول له هوجو فكك من الحوار ده بس قول لي ايه اللي حصل معاك في البرج. وبيفكر مع نفسه انه ما يقولش لسونج جاي عن انه ليه جيون الحقيقي علشانه متعصب شديد. وبيقول له بعدها هوجو انه كان بره بيحارب الكوارث ومعرفتش ايه اللي حصل جوه وليه الباقي كان بيحاربوا العين القرمزيه بدالك. بيعرفوا جيون انها قصه حزينه، وبيقول له انه انطعن في ظهره واترمى في فخ وكان المكان معبي كوارث، وكمان غير الكوارث دي رجع رئيس العين القرمزيه للحياه تاني. بينصدم هوجو من اللي قاله وبيقول له جيون ايوه العين القرمزيه اللي حاربناها ما كانتش جسمه الاساسي والجسم الحقيقي كان موجود في اعماق البرج، وقدرت في الاخر اهزمه برضه. وقال المشكله ما كانتش في العين القرمزيه ده ولكن كانت في مسؤول البرج اللي كان بيقدر يرجع الكوارث الحياه مره تانية، وقدرت بطريقه ما اطلع من هناك ولكني فكرت نفسي خلاص مت، انا تعذبت عذاب جوه وفي الاخير كنت بقاتل علشان اعيش وقتلت المسؤول في الاخر وانهار المكان بعد ما قوتي انتهت كلها. وبيقول له لو كنت فاكر قوي فانا متاكد اني مت، ولما صحيت ما لقيتش الوحوش دي في الكهف ومش عارف ليه بس انا اكتسبت قدرات
القدرات الحاليه بعدها. وبيقول في حاجه واحده بس اعرفها، ان الحقير اللي طعني في ظهري كان عارف كل تفصيله في البرج ده، وبيقول ده كان عارف هيعمل ايه بالظبط كمان. فبيقولوا ان هيلاقي بقى اللي سرقوه وخدعوه هيضربهم كلهم، بس اللي طعني في ظهري ده بقى هياخد معامله خاصه. فبيقول انا محتاج اصنع اسلحه كويسه علشان اتعامل معاهم بيها. وبيفعل ورشه الانشاء من المستوى واحد. بيقول له النظام انت عايز تستخدم الادوات اللي بتصنع اسلحه ملكيه، فبيفهمش جون قصده، وبيظهر له سجل المواد اللي كان قال هيستخدمها بعدين. وبيلاقي جوهره ملكه العنكبوت، ودي بتقدر تمتص القوه السحريه المتراكمه. وبيلاقي كمان جزء من الكهرسه، ودي هتخليه يقدر يعلي كفاءه الاداه الملكيه. وغير دول كمان في عنده قطع اثريه ملكيه من برج الشيطان اللي كان محبوس فيه. وبيقرر جون يهبط اي حاجه في اي حاجه ويرمي كله في بعضه. وبيتم انشاء اداه مانا تشبه الحصان، وبيكون اسمه الحصان المقلد، والدرجه بتاعته بي. وبيقدر بيها ان لو كاتب اسم على القطعه الاثريه هيكون صاحب الاسم ده يقدر انه ياخد مانا من اي حد يلمسه، ويقدر يمتص 10% من القوه السحريه للشخص التاني في خلال ساعه، ودي فيها قوه تحمل وولاء قوي لصاحبها. وبيفرح بيها جون، وبيتعصب بعدها على هوجو لانه قال له انها اداه ملهاش لازمه. فبيقول له جون انا كنت هصنع لك اداه بالمواد المتبقيه معايا بس فكك خلاص. فلما بيسمع كده هوجو بيقلب وبيرجع يمدح له الاداه دي، وبيقول له انا اللي ما كنتش محترم وعلى قليل الادب. وبيقول له جون الموضوع هيعتمد على ادائك من دلوقتي، فلازم نعتني بشويه الاوغاد القديسيين دول. بيقول له هوجو بس ازاي هنعمل كده؟ مش هيكون الموضوع سهل اننا نخرج بقى القديسيين من اراضيهم. فبيقول له جون هو ده مش كافي اننا نعمل كده. وبيتصدم هوجو بيقول له انه دي القطعه الملكيه للحمل واسمها خزنه الصوف الذهبي، والنظام بيقول له انها من الدرجه اس وتقدر تخزن فيها اي حاجه انت عايزها، وكمان تضاعف اي حاجه بس هتدفع علشان تعمل كده. فبيقول له هوجو دي اهم قطعه فيهم كلهم، انت ليه خرجتها وانت مش عارف ازاي تستخدمها؟ بيستفز جون وبيقول له انا سمعت انك فقير علشان كده جبتها تدينا دعم مادي. فبيتعصب هوجو بيقول له انا مش فقير. وبيقول له جون لو درجه القطع الاثريه دي غاليه سعرها هيبقى اعلى صح كده، فعلشان كده هنستخدم الاداه دي ونضاعف بيها المواد اللي معانا ونصنع ادوات نقدر نهزمهم بيها. فبيقول له هوجو بس ازاي هنعمل كده؟ مفيش حد هنا يقدر يشغل البتاع ده. بيقول له جون انت مش هتعرف تستخدمه يعني؟ فبيقول له هوجو انا قديس برج القوس مش برج الحمل. فبيقول له جون ممكن تقدر تستخدمه. فبيقول له هوجو والله ما هعرف بس نقدر نلاقي طريقه. بيقول له جون فجأة انه بعت اعلان حرب لمحطه البث، فبيفهمش هوجو كلامه. فبيقول له جون اتوقع مفيش حاجه نقدر نعملها غير انه ندور على طريقه تانية. فبيقول له هوجو انت كنت بتقول بس ايه؟ فبيفهم هوجو وبينصدم. وبنروح لكوريا في البيت الازرق، وبنشوف اجتماع واحد فيه بيقول انكم شويه اغبياء لانكم ما قدرتوش تقتلوا عنكبوت واحد وذلتوا نفسكم. بيقول لهم كمان الشخص ده واللي بيكون اسمه اوليفر وبيكون قائد الاسد الملكي، لو انتم كده ليه بتروحوا اصلا من الاول وتواجهوا الكوارث دي؟ فبيطلب منه واحد من الموجودين انه يراعي كلامه، فما بيهتمش وبيقول له اوليفر انا سمعت انه في شخص مجهول هو اللي قتل ملكه العنكبوت، هو ليه جون رجع ولا ايه؟ وبنشوف واحد بيتعصب وبيكسر الكوبايه اللي قدامه، وبيكون ده نفسه تشوي اللي كان بيكلم سونجهون وقت الكارثه اللي في السوق. وبيقول له اوليفر بغضب انت شكلك مهووس بقصص لي جون. بيقول له اوليفر ايوه ما هو ما فيش غير لي جون هيقدر يهزم ملكه العنكبوت بسهوله كده. فبيقول له تشوي لانه بقى القديسيين التانيين استقبلوه وعطوه اسلحتهم، ولو ده ما حصلش كان هيكون لنا قوه اكبر. بيقول له اوليفر يعني انت ما كانش عندك دعم كافي علشان كده ما قدرتش تهزم ملكه العنكبوت؟ فبيتعصب تشوي ده وبيقول له انا بتكلم بالمنطق هنا، لان برج الحمل هم اللي هزموا ملكه العنكبوت، وده كله بفضل تضحيه تلميذ من الرتبه اس، واتوقع هو قصده على سونجهون. فبيستفز اوليفر وبيقول له اوه شكله برج الحمل عندهم حد قوي كده، انا لازم اقابل الشخص ده وهبقى ادور عليه في معده ملكه العنكبوت. فالاتنين بيكونوا قاعدين بياكلوا في بعض، وبيكون في واحد قاعد في النص متضايق منهم، وبيقول في نفسه هو من امتى البيت الازرق فيه سفاحين زي دول؟ فبيدخل واحد وبيقول يا ريس في حدث كبير حصل، تعال شوف الاخبار بنفسك. وبنشوف المذيع بيقول انه محطه البث الخاصه بينا وصل لها حزمه غامضه، وبيقول انه جواها صوره ليانجوي ورساله قصيره اللي كان سايبها جون عليه بعد ما مشي مكتوب عليها انا رجعت. وبيقول المذيع انه اكدت التحاليل ان خط الايد كان مطابق بنسبه 99% للميت لي جون. فبينصدم هوجو وبيقول له انت كنت بتفكر في ايه وانت بتبعت الحاجه دي؟ فبيقول جون اعلان حرب بطلب منهم يجهزوا راسهم علشان هتتقطع. فبيقول له هوجو انك قتلت يانجوي دي مشكله كبيره، فليه اعلنت حاجه زي دي؟ فبيقول له يانجوي ما ماتش. فبينصدم هوجو بيقول له جون بالمعنى الحرفي كده هو مش ميت ولكنه مش حي في نفس الوقت. فبيطلع دميه اسمها تادا وبيقول له هو ده يانجوي. احي انت حولته لدميه ولا ايه؟ فبينصدم هوجو من جنون جون، فبيكون خايف هوجو منه ومش مصدق ان الدميه دي تبقى يانجوي. فبيقول يانجوي جواه وحياه امك فكني من اللي انا فيه ده. فبيقول له جون انا اخدت مهاره كفايه من المعركه دي ان اكبح روحك يا يانج. فبيقول له هوجو حتى حاجه زي كده ممكنه. فبيقول له
جيون مش ده الغريب، بص كده للبتاع ده. فبيساله هوجو ايه ده؟ فبيقول له جيون دي اللي انا اتغدرت بيها، ده اللي حاطني في الفخ. فبيكون مصدوم هوجو من اللي بيسمعه وما بيكونش مصدق، بس بيقول شكله نصل مش عادي. فبيقول له هوجو ان لو تم طعنك فمش يانج هو اللي عمل كده اكيد. فبيقول له جيون انا هروح متجر القطع الاثريه. فبيساله هوجو ليه هتروح هناك؟ فبيقول له علشان يانج الحمار قال انه شاف الرسمه اللي على الخنجر ده في مكان ما في المتجر. فبيقول جيونج لهوجو انه عايز شويه لبس. فبيقول له هوجو خد اللي انت عايزه من دولابي. فبيتشيك جيون وهو بيطلع. يا ترى ايه اللي هيحصل للي جيون بعد ما عرف العالم كله انه رجع للحياه، وايه مصير بقى المستيقظين الخونه، وهي حدود قوه لي جيون؟ كل ده هنعرفه الفيديو اللي جاي. فلو عجبتك الحكايه قول لي في التعليقات اكملها ولا اغيرها، ولو في حاجه جامده عايز نعملها قول لي برده في التعليقات. وبس اهم حاجه ما تنساش الصلاه على النبي وتدعم الفيديو علشان نوصل للقمه قريب. وبس يلا سلام.